السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بوصفة جديدة من وصفاتي أنا مطبخ أم يارا. النهاردة إن شاء الله هنعمل طريقة جميلة جدا، ووصفتنا الجميلة هي الحواوشي المصري. الحواوشي طبعا كله معروف إن كل الناس بتحب الحواوشي جدا، وخصوصا المصريين بيحبوه جدا جدا يعني. فطبعا الطريقة دي طريقتي، أنا اللي عاملاها، بعملها من بدري وسهلة جدا ومقاديرها حلوة جدا، وهتاكليها زي كأنك بتاكليها في المحلات بالظبط. كمان ليها نكهة جميلة جدا هتعجبك قوي ان شاء الله. من مطبخ ام يارا كل جديد. اهم حاجة ما تنسيش تعملي لايك وشير سبسكرايب، وكمان تفعلي لي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. هنبتدي مع بعضينا الوصفة بتاعتنا الجميلة. احنا هنجيب نص كيلو من اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة دي يا جماعة انا حاطة عليها حتة دهنة، اللي هي حتة من البوش دي. حتة دهنة كده بتتحط مع اللحمة المفرومة. وانا قبل كده قلت لكم ازاي تعملوا طريقة التفريز، وهحط لكم الفيديو فوق في علامة الاي. معانا دلوقتي الخضر اللي احنا هنحطها. هنحط عدد 3 من الفلفل الاخضر المقطع، وعليها قرن من الفلفل الحراق، وكمان هنحط 2 من الطماطم المقطعة، وربطة بقدونس حلوة كده تقطعيها، ومعاها عدد 3 من البصلات الكبيرة، بصل كبير يعني مقطع مكعبات صغيرة. اما التوابل دي بقى لعبتي في الحواوشي. هنحط معلقة صغيرة او معلقه كبيره من بهارات الحواوشي، وعليها معلقه صغيره من اللي هي بهارات اللحمه. وكمان هتجيبي معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الملح. لو حبيتي تقللي الملح عن كده شويه ممكن تقلليها عادي. وثلاث معالق من الزيت. احنا مش هنحط من الزيت كتير، بس احنا محتاجين الزيت معانا. بصي بقى اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها بتتقطع معاكي، بتتفك معاكي بسرعه بالطريقة اللي انت شايفاها. هنحط كل الخضرة على بعضيها كلها، طبعا هتقعدي بيدك تلبسي جوانتي او اي حاجة براحتك، ان انتي تعملي المكونات كلها مع بعضيها، تقعدي تهرسيها كده بيدك لغاية ما تطلع جميلة جدا. هنحطها بقى وهنفرمها في الكبة. انا بحب افرمها في الكبة. لو انت عايزة تخلي كل حاجة من المكونات اللي انت حطاها دي ان انت تفرميها لوحديها، تفرميها فرم ناعم وتحطي ماشي. لو انت حابة ان انت تعملي زي كده بتبقى جميلة، بس انا بحب الطريقة دي لان كمان الحاجة بتبقى طعمها باينة جدا في الحواوشي، جميلة جدا. هنحط 3 معالق زيت زي ما انت شفتي، ما حطيناش كتير، حطينا بس 3 معالق زيت. دلوقتي بقى احنا هنحط البهارات بتاعتنا. هنحط بهارات الحواوشي على بهارات اللحمه والفلفل الاسود والملح، وممكن تحطي كمان رشه من جوز الطيب لو انت حابه تحطيها. بتدي كمان نكهه جميله جدا للحواوشي، وبتبقى زي الشارع بالظبط، او زي المحلات اللي انت بتشوفيها بره بالظبط. بتبقى بالشكل اللي انت شايفاه دي. بتجيبي بقى العيش المصري بتاعنا او اي عيش انت حباه، بس هو بيبقى احلى بالعيش المصري. بالطريقه دي هتجيبيها بقى، هتكوري حته اللحمه. يا ريت يكون العيش ده عيش طازه يعني مش بايت. الحواوشي بيحب العيش الطازه، يعني اللي لسه طالع من الفرن. بتجيبي كميه زي اللي انت شايفاها دي، تكوريها كده وهتفرديها في العيش من جوه. بتبقى جميلة جدا والوانها جميلة، وكمان بتستوي معاكي بسرعة. هتحطي كتير يعني في الكمية في الرغيف، هتبقى بشكلها جميل جدا وطعمها كمان جميل. يا ريت تصلوا على النبي في التعليقات يا جماعة، واللي ما اشتركش في القناة بتاعتي يشترك لو سمحتوا، علشان يوصل لكم كل جديد في الفيديو بتاعي او في القناة بتاعتي عامة يعني. ان شاء الله بدعمكم القناة بتاعتي هتوصل ان شاء الله. انا كده عملت كل الحواوشي، حطيته في العيش زي ما انتم شايفين، وطلع معايا بطريقه جميله جدا. ومش عايزه اقول لكم على الطعم، الصراحه خرافه، جميل جدا. معانا طبعا سمنه مذابه، حوالي نص كوبايه من السمنه المذابه. ولو حابه تحطي زيت ماشي مفيش مشكله، لو حابه تحطي زبده عادي برضو، بس انا بفضل السمنه كده عشان مش بتاخد دهن كتير يعني. هنجيب بقى زي ما انت شفتي كده بالطريقة دي. هتحطي السمنة السايحة، هتمليها من العيش من تحت ومن فوق، وهتلفيها بورق الألمونيا. لو أفضل طبعا لو انت عندك ورق زبدة قبل الورق الألمونيا تحطيها
بس انا للاسف في الوقت ده ما كانش عندي ورق زبده وما عملتش حسابي اصلا عليه. بس انا بقولك ان هي بتطلع جميله جدا على فكره. العيش مش هيلزق في ورق الالومنيا، وانتي ذات نفسك هتشوفي مش هيكون فيه اي ضرر ان شاء الله باذن الله يعني. هتحطي الكميه اللي انت شايفاها دي بالظبط كده. انا بقى حبيت اوريكم، دي بنتي الصغيره قالت لي يا ماما انا عايزه اعمل اخر واحده. خليتها تعملي اخر واحده بالطريقه دي. هي بتحب تدخل المطبخ الصراحه معايا يعني، زي ما انتم شايفين كده. عملنا كل الكميه بتاعه الحواوشي زي ما انتم شايفين. تولع الفرن بقى على درجه حراره عاليه، عشان الحواوشي بيحب درجه الحراره العاليه. بتحطيها بقى انت ذات نفسك هتشوفيها بعد نص ساعه كده او ساعه الا ربع. هي بتاخد وقت حلو كده عشان يستوي معاكي. بتشوفيها بقى كل شويه بتطلعي واحده وبتفكيها وتشوفي اذا كانت استوت ولا لا من جوه. هي بتبان من ريحتها، اول ما الريحه بتاعتها بتطلع تعرفي ان الحواوشي خلاص يعني بيستوي. وبيحمر بالطريقه اللي شايفاها. شايفه هو ما لزقش في الورق الالمونيا ولا اي حاجه. ان شاء الله قريب جدا هعمل لكم زي ما عملت لكم فيديو الطحينه، ان شاء الله هحط لكم في علامه الاي. هقول لكم ازاي تعملوا سلطه الطحينه من الطحينه برضو اللي انت عاملاها. فما تشتريش من بره، كل حاجه اعمليها في البيت مضمونه وحلوه. هنحط عليها بقى رشه بقدونس من فوق للتزيين، وهوريك الطحينه كمان طلعت جميله جدا جدا، وازاي تعملي سلطه الطحينه بطريقه جميله جدا. انا حبيت ان انا عايزه اقطعها قدامكم، بس للاسف هي كانت سخنه خالص. انا معرفتش اقطعها وهي سخنه كده هو. فانا اضطريت ان انا اصورها على كده، بس انا كنت عايزه اوريها لكم من جوه عامله ازاي جميله، شكلها حلو قوي. لو وصلت لغايه هنا في الفيديو بتاعي، يا ريت ما تنسيش تعملي لي لايك، وتعملي لي اشتراك في القناه، وكمان تفعلي لي الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد. وشكرا ليكي من مطبخ ام يارا.